لو لسه مبتدئ وما بتعرفش تفرق ما بين البيض المخصب واللي مش مخصب فالفيديو ده ليك. بص يا صديقي، انا بقالي تقريبا 25 يوم بجهز للفيديو ده عشان خاطر اقول لك كل حاجه عن الموضوع ده، فما تحاولش تفوت الفيديو. وعشان يا صديقي اعمل لك فيديو زي ده فكان لازم يبقى عندي الحالتين، الفيديو اللي مش مخصب والمخصب، عشان نطلع نتكلم عن الموضوع. بس عايزك قبل ما نخش في الموضوع تصلي على النبي، تذكر الله، اعمل لايك، اكتب كومنت حلو، استنى اراكم عن الفيديو ده. الفيديو ده فعلا انا اشتغلت عليه كتير. الفيديو ده رجاله للمبتدئين وبالاخص المبتدئين. الفيديو ده انا عامله عشان خاطر اقصر عليك طريق كبير جدا جدا جدا، ان انت تعرف البيض بيخصب بعد قد ايه، وتعرف مثلا امتى تشيل البيض بعد عدد ايام قد ايه عشان كده كده مش هيخصب. تعرف كل حاجه عن الموضوع ده مهم جدا، سهل جدا. كمل معايا الفيديو عشان احنا هنعدي على قص محصي، شوفهم البيض بتاعهم مخصب ولا لا، وفي مفاجآت حلوه وفي مفاجآت مش حلوه. يلا بينا يا رجاله، تعالوا نبدا من المكان اللي احنا بدانا منه المره اللي فاتت ونشوف القص دول ايه اللي حصل معاهم. طبعا القص دول كان معاهم ايه؟ زغلولتين ان شاء الله باظ. انا بس ايه، عايز اقرب لك الزغلول. بص كده، الزغلول الصغير مات. انا حاولت معاه في كل المحاولات، ميكس سيريلاك، علف، حاولت معاه بحاجات كتير قوي، بس الزغلول برضو ايه، ربنا مش كاتب له ان هو يكمل. طبعا الحصوية دي عشان خاطر الحمام او الزغلول رجله ما تفتحش، لان الشقلباظات اللي هي بتبقى بالمستوى ده اصلا بيبقى عندهم مشكله او حاجه اسمها حجله، رجل بتخلف عن رجل. فالمفروض اصلا في ناس بتربط الرجلين دول عشان الرجل ما تفتحش في الشقلباظات بالذات. في ناس بتعملها بسولوتيب وقصه كده غريبه، طبعا انا ما جربتهاش، بس انا شفت الناس بتعمل كده. الحصويه دي عشان تزن الزغلول. وبالمناسبه النتايه دي ما حصلتش النتايه الحصويه التانيه، هي حصلت حصويه واحده زي ما انا صورتها لك المره اللي فاتت. طب يا رجاله، اول حاجه لازم تبقى موجوده معاك هو الكشاف. موبايل بقى عندك كشاف عامله للموضوع دوت، لان ده هو اللي هيكشف لك الحصى اللي مش مخصب والحصى المخصب. تعال نخش على اول حاله واوحش حاله زي ما احنا متعودين، ان انا كده كده شفت وعارف ان هم الحصى بتاعهم مخصب ولا لا، بس خلينا نتفرج ونشوفهم عشان دول اصلا اللي انا عامل عشانهم الليله دي كلها. فتعالوا نبص على القص ونرجع اقول لك هنعمل معاهم ايه. طب يا رجاله، بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنسحب، ممكن الباب ده بس عشان بينزل، فاحنا هنسحب الدور، نحط الموبايل كده تمام. وانت شغال وانت بتاخد حصى من تحت اي انتايه، حاول ان انت تسحبش الطاجن. بص الحنيه، حاول ايه بالراحه كده. لقطه زي اللي هي عملتها معايا دي، اللقطه دي ممكن تكسر منك حصى لو انت مش مالك الحصى كويس. بص كده، دي حصوايه من حصى الخضر، دي حصوايه مش عمرون، ودي نفس الكلام حصوايه مش عمرون. مش عارف هي تبان معاك ولا لا. بص، انا بكشف على الحصى امتى؟ بكشف على الحصى بعد ما النتايه ترمي الحصوايه التانية، بعد 5 ايام، بالذات في الشتاء. لو الحصى عمران بيبدأ الحصى يعرق معاك، يبقى فيه عروق دم. لو مش عمران بعد 5 ايام تقدر ترميه. الحصويتين دول مش عمرانين، فانا هعمل حاجه حلوه. تعال نبص على القص الخضر واقول لك هنعمل معاهم ايه. بسم الله واذكر الله. دول القص الخضر. بص يا معلم، القص الخضر دول انا عامل معاهم ايه؟ انا حاطط تحتيهم حصويتين بلاستيك بقالهم بالظبط 7 ايام. كده انا اقدر اشيل الحصى من تحت النتايه واسيبها. الدكر هيبدا يدور على الحصى يومين 3 مش هيلاقيه، هيبدا يكسر. فاحنا هناخد الحصويتين البلاستيك كده. اللهم صل. بص كده، ده حصى بلاستيك. في الفيديو ده هتشوف 3 انواع حصى معايا: حصى رايق، حصى عمران،
والحصى البلاستيك ده اللي احنا بنشتغل بيه. اتكلمنا قبل كده عن مميزاته وليه بيبقى موجود عندك في السلاكة. والحصى ده من أهم الحاجات اللي المفروض تبقى عندك لو انت خاوي فرخ أو بتفرخ نوع معين. طبعا يا رجالة، دي تقريبا الحاجة الوحيدة اللي وحشة في الفيديو ده. ان شاء الله الباقي كله انا لسه ما بصيتش على باقي الحصى. دول الحصويتين الرايقين دول بتوع الخضر ان انا مركز معاهم زي ما قلت لك، فدول الحصويتين الوحيدين اللي انا بصيت عليهم. الباقي كله هنشوفه مع بعض. تمام كده. اللهم صل على النبي. الخضر الفيديو اللي فات انا قلت لك ان انا متاكد ان هم هيبقوا مش عمرانين من قبل ما النتايه تحصي. انا اديت النتايه عشان بس اديت النتايه للذكر عشان خاطر النتايه ما تقعدش تحصي على الفاضي. لما اجي الاقيها بعد ما الذكر يخلص يبدا النتايه تحصي حصوايه واحده، تبدا تاخر في الحصى فتخلف مواعيد حضان، فانت في غنى عن الموضوع ده كله. انا لقيتهم وديها اول ما رميت الحصويتين اديتها حصويتين بلاستيك تريح اسبوع 10 ايام جاهز لها حضان. والحضان برضو اقول لك هنعمل معاه. بص يا معلم، احنا دلوقتي هنركن الحصويتين دول ايه هنا كده. القص ده القص الخضر دول 3 ايام واشيل من تحتهم الحصى. تمام كده. ايه تاني عشان خاطر ما يبقاش في قص واحد، ممكن نتايه تتاخر، ممكن نتايه تحصي بدري، ففرق اكتر من فرق 3 ايام ما تحضرش. تمام كده. القص ده يومين وهبدا اشيل من تحتيه الحصى. النهارده الحد، يوم الثلاث ان شاء الله اشيل الحصى من تحت القص ده. وبعد كده هروح للقص الكريزليات يوم الاربع هشيل من تحتهم الحصى. هيبداوا يكسروا مع بعض، ولو ربنا كرمني والقصين حصوا والقص الغزار حصه معاهم هبدا اعمل حاجه حلوه قوي. انا عايز اكتر من ده. تمام كده. فلو القص الخضر حصوا وحضنت حصاهم عند الكريزليات هسيب دول بقى ايه يوم، يعني ايه الحصويتين بتوعهم نطلعهم عشان عايزين نعمل برضو من دول شويه. تمام كده. تعالى اقول لك الحصى بتاع دول فين. لو انت اول مره تتابعني اول مره تشوفني، فالحصى بتاع دول مع الشقلباز دول. تمام كده. حصى القص الحماريات انا محضرهم هنا. تمام. والحصى بتاع الخضر بتاع المره اللي فاتت انا محضرهم تحت القص التركيبه ده. تعالى نبص ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اسحب بس الدرج كده عشان البيبان دي تنزل. نبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بص، ايدك هي اللي تاخد الضرب عشان خاطر لو انت بتمسك الحصويتين كده ضربة زي كده الحصويتين ممكن يتكسروا منك. تعالى نتفرج. بص، انا كده من قبل ما ابص على الحصى، من قبل ما اكشف على الحصى، انا عارف ان الحصى عمره. بس تعالى ايه ناخدها واحده واحده كده مع بعض. واخده بقى على شكل الدرج. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، الحصويه التانية كانت فاتحه خالص، دي حصويه غامقه وفيها عروق اهي. مش عارف هتبان معاك ولا لا، بس الحمد لله الحصويتين دول كده عمرانين. تمام كده. نرجعهم للقص تاني ونقول لهم متشكرين يا عم، شكرا، مش عايز اكتر من كده منك. عشان الحصى برضو ما يتكسرش مني. دول قص برضو معاهم حصويتين، دول محصين اول قص. فهنبص كده نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو الحصى ما شاء الله زي ما انا قلت لك. بسم الله، الله اكبر. بص، حصويتين غامقين خالص اصلا، دول على فك يعني. دول ما شاء الله قربوا يخرجوا. تمام كده. رجع الحصويتين بالراحة. وانت بترجع الحصى لازم تبص على فرش الطاجن وتتأكد ان المحضن او الطاجن فيه، اللهم صل على النبي، في حصى كفاية او في تحديق كفاية. التحديق اللي انت بتستخدمه بالذات فرش الطاجن لازم يبقى متوسط، لا ناعم قوي ولا خشن قوي، عشان خاطر خشن هيكتر منك الحصى، ناعم هيخش في بق الزغاليل بعد ما تفك ان شاء الله باذن الله.
ويموتوا، فاحنا مش عايزين كده. يبقى انا زي ما قلت لك القص الحصى 3 انواع: حصى رايق، حصى بلاستيك، حصى عمران. احنا شوفنا ال3 انواع مع بعض. تمام كده. تعال نتكلم بقى كلمتين قصاد قبل ما نخش نبص على باقي الحمام نشوف ايه اللي حصل عندنا في السلاك. تمام كده. لسه في حمام حصى، لسه برضو هنبص على قصوص تانية عمرها ولا لا. بس المعلومة اللي انا عايزك تاخدها من الفيديو هي ان الحصى بعد ما النتاية بترمي الحصوية التانية تعد 5 ايام، الحصى معرق في عروق دم تبدأ تسيبه. الحصى مش معرق ممكن تتقل عليه يوم كمان عشان احنا في الشتاء. في الصيف 5 ايام اقصى حاجة، والحصى بيعرق عشان فرق درجة الحرارة. فانت لازم تبقى عندك المعلومة دي. بعد 6 ايام في الشتاء او 5 ايام في الشتاء الحصى مفهومش واحدة معرقة، ابدأ ارمي الحصى وسيب القص يكسر تاني عشان خاطر ربنا يكرمك ان شاء الله. تبقى اول مرة عشان احنا لسه برضو في بداية موسم ولسه في اول شغل والكلام ده كله، وحمدة اغلبيته اول شغل. فانا عاذر اي ذكر عنده مشكلة او لسه بيخصبش. احنا كده كده ايه هنبدأ نشتغل معاهم احترازي عشان ما افضلش انا باخد الحصى حضنه يطلع رايق ارميه، حضنه يطلع رايق ارميه. طبعا كده. تعالوا ايه نبص على القص دول. اللهم صل على النبي. القص دول برضو على حصى نتاية موسعة، وانا مستني بس النتاية تحصي الدنيا تبقى تمام. وغالبا الذكر، وانت تبص الذكر بيعمل ازاي، غالبا الذكر والنتايتين دول ممكن نخرجه. الذكر الازرق ده والنتايتين الزرق في الغالب احنا هنخرجه. تمام كده. بص كده يا رجوله، عايزك بس تركز معايا. بص النتاية، انا عايزك ايه تسمي الله. النتاية اللي جوه دي ان شاء الله باذن الله تحصي بكره النهارده كده كده يعني. هم دول قص كمان معاهم، هم اللي مأخرين في الحصى. بس ان شاء الله باذن الله نحضن تحتيهم برضو. لو في حاجه تتحضن، مفيش حاجه تتحضن، هنسيبهم نشوف هيعملوا ايه. صام هيعمر مش هيعمر، هيتكبس زي المره اللي فاتت مش هيتكبس. وده تاني قص معانا برضو لسه مؤخر حصى. المفروض ان النتاية برضو على حصى. النتاية دي اول شغل، وانا مستغرب ان هي بتأخر في البيت كده، برغم ان انا شغال معاه كويس يعني الفترة دي. مش عارف. اطمن على كوكي. كوكي ايه، تعالى يا اسطى، خد يا اسطى. ماشي. عندنا ايه تاني حصة كويس ان هم حصوا في التوقيت ده. مارادونا، المعلم مارادونا حصت النتاية اول حصواية امبارح. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي في قص برضو وزار هيكونوا حصوا، ان شاء الله باذن الله هيبقى ده القص التحضين اللي احنا هنحضن تحتيه. تمام كده. انا بحاول على قد ما اقدر اظبط وقت واظبط حضان، ويبقى حضاني مناسب. حتى لو فرغ زغلولين زي ما قلت لك قبل كده، تعرف تخرجهم، تعرف تخليهم شكلهم كويس. حمتين فيهم مثلا فيهم تكوين، حمتين فيهم تقليب، حمتين كويسين. فحاول تعمل كده برضو في حضانك، مش لما حضانه خلاص او حته. يا اسطى بتقفل الفيديو ليه يا اسطى؟ ولا تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باشا بيتك الجديد، ده بيتك الجديد. عايزك تدلع نفسك، دلع نفسك على قد ما تقدر. حته يا باشا ايه اهي، 4 اوض وصاله، مش عايز اكتر من كده انت يا باشا. اخر قص عشان نبدا نقفل الفيديو وهو القص. اللهم صل على النبي. القص دول الحمد لله يعني بفضل الله فرخي. انا بحاول بس سيب يا ولية. بص اللي كنت خايف منه حصل. الحصويتين يا باشا
مش عمرانين. مش مشكلة حصوتين دول برضو مش مشكلة، حصوتين مش عمرانين وبقالهم كتير على فكرة. بص الحصى ده كان عمران وفك برضو مش مشكلة، هنسيب لهم الحصوتين بس. كده يا باشا. هنا برضو القص دول هيخشوا معانا في خطة التحضير بتاعتنا اللي جاية، اللي هي ان احنا كده يبقى عندنا 3 قصوص نقدر نحضن تحتيهم ان شاء الله خضر، سقراطات، صوافة ان شاء الله باذن الله. التحضير ده انا مجربه متأكد منه 100%. هنا يا رجالة هنا يا رجالة احنا عرفنا الحصى اللي احنا ينفع نسيبه واللي احنا ما ينفعش نسيبه، الحصى اللي احنا ننفع نشتغل عليه واللي احنا ما ينفعش نشتغل عليه. وما تزعلش لما تلاقي حصوتين مش عمرانين، مش رزقك. ما تجريش في حتة ان انا حضنتهم وتعبت فيهم ومش انا بقول لك الخضر دول تركيزي تمام كده، واللي انا مركز فيهم وعايز اعمل منهم ماليش نصيب اخد منهم حصوتين عمرانين. خلاص جرب تاني، اشتغل تاني. هنا انت غاوي، هنا انت ما بتزعلش بتتعلم. لكن هتزعل وتاخد الحمام وتمش. في ناس بتاخد الحمام بعد ما انا واحد من الناس. انا عندي حمام فتره ولما روق كله خدت كله باته. فاهم باشا؟ بيع على عيبه يا باشا. بيروقوا، خد جايبهم بكذا بعتهم بكذا. فاهم؟ خسرت فيهم 3/4 ولا النص. فعايزك تركز في المواضيع دي. المواضيع دي بالنسبه لك مهمه، وانا عايزك ما تزعلش، عايزك تتعلم، عايزك تبقى غاوي، عايزك تبقى فاهم، عايزك يبقى عندك اصرار ان انت تنجح، وان الموضوع ده بالنسبه لك هو حياه او موت. هي دي حياتي وهو ده اللي انا اخترته وهو ده اللي انا عايز اعمله. فاهمني؟ المهم عشان ما اطولش عليكم، احنا كده ما عندناش حاجه نتكلم فيها في السلاكه. كان معاكم اخوكم اسلام وكنده من مكانكم مسلكتكم.